خليتي لفت ولا لسه؟ يلا تعالي هنعمل كده برطمان الاكلات بتاعتنا، غير اللي ان شاء الله هنعمله على رمضان باذن الله. كل سنه وحضراتكم جميعا بخير. يلا نبدا بسم الله. اول حاجه هنا عندي 3 كيلو من اللفت لما باجي اشتريه اجيب اللفتايه التقيله الناشفه اللي حجمها يا اما متوسط يا اما صغير. ما اشتريش ابدا اللفتايه الكبيره بتبقى كده تحسيها خفيفه، كمان بتبقى من جوه شيخه جدا وبتبقى مش حلوه خالص، وكمان لو حطيتها في المخلل بتاعي بتخليه يخسر ويبوظ معايا بسرعه. تمام. جبت بقى اللفت كده غسلته كويس قوي بالليفه بتاعت الخضار من اي طينه موجوده فيه، بعدين نقعته حوالي 5 دقايق او اقل في ميه بخل عشان اعقم اللفت بتاعي. بعدين حطيته كده على مصفى، كل ده طبعا هو سليم. بعدين جبت بقى اللفتايه، شلت العنقود كده اللي من ورا اللي هو بيبقى فيه شعيرات كده زي ما شفتوا معايا. بعدين بشيل برضو العنقود الاخضر ده لان عندي في البيت مش بنحب ناكله. تمام. هقطع بقى اللفت بالطريقه اللي انتوا شفتوها كده، بالسكينه اللي انتوا شفتوها معايا. لو متواجده تمام، مش متواجده تقدري تقطعي عادي بالسكينه العاديه عادي جدا. قطعت كده الكميه كلها زي ما انتوا شايفين. بعدين بقى هبتدي ان انا اعبيه في البرطمان عندي. خطوه بقى ان انا ارش على اللفت ملح واسيبه ينزل الميه اللي فيه. احنا دلوقتي في شهر 12، يعني في عز موسم اللفت. اللفت بتاعي طعمه حلو وطعمه مسكر، مفهوش اولا اي مراره. تاني حاجه انا عايزاه بفايدته اللي فيه، انا مش عايزه انزل منه اي فايده. بالنسبه بقى للقرمشه انا بحط عندي سكر، والطريقه دي برضو بتخلي اللفت بتاعي مقرمش لاخر واحده فيه. تمام. عبيت بقى الكميه بتاعتي كلها في البرطمان زي ما انتوا شفتوا، وهجيب محلول التخليل بتاعي. عندي هنا 2 لتر من الميه المغليه ومتبرده كويس قوي من اي سخونه فيها. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة، كمان هنزل بمعلقة كبيرة من السكر عشان القرمشة، كمان هنزل من 7 معالق كبار ل8 معالق كبار من الملح. انا ابتديت هنا ب7 معالق كبار من الملح، ولقيت الحدق بتاع المية بالنسبة لي مظبوط. وطبعا لازم المية بتاعت المخلل تبقى حادقة زيادة، ما تكونش مظبوطة. فال7 معالق هنا عطوني الملح المظبوط زي ما بقول لكم. تمام. هبتدي بقى ايه احط محلول التخليل على اللفت بتاعي. كمان انا مش بحب احط على اللفت بتاعي بنجر، بحبه باللون الطبيعي بتاعه، هو اللون البينك الفاتح ده. بالنسبه لي هو ده اللي انا بحبه. تمام. حابه انك تحطي بنجر، حطي شريحه او 2 زي ما انت عايزه، وطبعا البنجر يكون ني. حطيت كده محلول التخليل بتاعي كله على المخلل. تمام. وغمرت المخلل تماما او اللفت بتاعي تماما بمحلول التخليل. كمان قفلت البرطمان وبألف هنا.